لطالما اشتهر حاكم دبي الشيخ محمد بمعاملته القاسية لزوجاته السابقات وبناته اللاتي يجرؤن على تحدي إرادته، لكن هذه القصة تبرز حتى بمعايير ملك مطلق. تتذكر زوجة محمد السابقة اسمه برعب ودموع في عينيها لأنه حرمها من كل شيء على الإطلاق. بدأت قصة حبهما بشكل جميل، وبدأ أنها مقدرة لها أن تدوم مدى الحياة، فلماذا أنهار كل شيء؟ كيف تحول الشيخ محمد من شغف متقد إلى رغبة مهووسة في تدمير حياة محبوبته؟ عندما التقت رندا البنا بالأمير لم تكن تعلم من هو. كان ذلك في عام 1972. كانت تبلغ من العمر 16 عاماً، وقد طردت للتو من مدرسة راهبات في بيروت بعد أن فضحت الراهبات بشقاوتها. كانت المراهقة اللبنانية المفعمة بالحيوية في حفلة في بيروت عندما تم تقديمها إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمير دبي، مملكة صحراوية ثرية لم تسمع بها من قبل. بعد فترة خطوبة قصيرة تزوجا، وبدأ حياة من الطائرات الخاصة والشمبانيا والحفلات في النوادي الليلية في لندن. كما وصفت رندا لاحقا: لقد أراني حياة لم أكن أظن أنها موجودة. كتب لها محمد قصائد طويلة باللغة العربية الفصحى، على الرغم من أنها لم تكن تفهم اللغة، وغالبا ما كانت تضطر إلى تخمين معناها. اعتبرت عائلته اسمها غربي للغاية، وأصرت على مناداتها الشيخة رندا، ومع ذلك بدأت صراحتها ومقاومتها للتقاليد في إثارة التوتر. ومع ذلك استمر الاثنان في بناء حياة معا. تميزت السنوات الأولى من زواج رندا البنا بإحساس بالحرية والرفاهية قضتها في الغالب في لندن. هناك وجدت عالما بعيدا عن القيود الثقافية الصارمة في دبي، حيث يمكنها وزوجها الاستمتاع بأسلوب الحياة الغربي. لفترة من الوقت بدت هذه الحياة وكأنها حلم تحقق، قصة حب خيالية. ولكن مع مرور السنين بدأت الشكوك تظهر تحت السطح. على الرغم من أن زوجها كان يستمتع بالحريات الغربية أثناء وجوده في الخارج، إلا أنه كان متجذرا بعمق في القيم والتوقعات التقليدية لوطنه. في كل مرة يعودان فيها إلى دبي كانت رندا تشعر بوطأة هذه الازدواجية الثقافية، ويبدو أن الفجوة بين عالميهما تتسع فقط. في الأوساط الملكية مؤنحت رندا لقب الشيخة، وهو اسم شعرت بأنه غريب عليها، تذكير بالشخص الذي أصبحت عليه وليس الشخص الذي كانت عليه ذات يوم. بدت الحياة التي عرفتها ذات يوم بعيدة بشكل متزايد، واستبدلت بدور ملكي كانت تكافح من أجل فهمه والتنقل فيه. كان زوجها المعروف بشعره يكتب لها أبياتا باللغة العربية، وهي لغة لم تكن تستطيع فهمها تماما، مما زاد من إحساسها بالاغتراب. على الرغم من افتتانها بعظمة الحياة الملكية، وجدت رندا نفسها تتوق إلى اتصال أعمق بهويتها الخاصة. في سن 18 تغيرت حياة رندا إلى الأبد مع ولادة ابنتها. في عام 1977 أنجبت رندا ابنتهما منال، ولكن بعد ذلك وقع حادث غامض لم يتحدث عنه علنا لا رندا ولا محمد. يعتقد أن طالبها بالتخلي عن المسيحية واعتناق الإسلام، إلى جانب تغيير اسمها الأوروبي إلى اسم إسلامي أكثر. تنازلت رندا عن الأخير واعتمدت اسم هيفاء، لكنها رفضت التخلي عن دينها. كان رد محمد قاسيا، طلقها وطردها من القصر، والأهم من ذلك كله أخذ ابنتهما البالغة من العمر 5 أشهر ومنعها من رؤية الطفلة مرة أخرى. تم ترحيل رندا إلى لبنان وحيدة ومعدمة، لم يكن لديها مال ولا تعليم رسمي ولا منزل ولا آفاق، ولكن الأكثر إيلاما إنها فقدت ابنتها. لعقود كافحت رندا لرؤية منال، لكن الشيخ محمد ظل بلا رحمة. لقد ذهب إلى حد السخرية من حزنها الأمومي. في مقابلة مع صحيفة سانداي تايمز تذكرت رندا خدعة قاسية لعبها عليها. عندما كانت منال تبلغ من العمر 2 أو 3 أعوام، أرسل محمد إلى رندا صورة لطفلة تجلس بين ذراعيها. غمرت رندا الفرح وبكت على الصورة، وحملتها في كل مكان كأثر مقدسة. ولكن بعد فترة وجيزة أرسل محمد رسالة أخرى يضحك عليها. الفتاة في الصورة لم تكن منال، كانت طفلة مختلفة. ذكر رندا بأنها لن ترى ابنتها مرة أخرى. في عام 2000 عندما بلغت منال 23 عاما، بدأ أن محمد يمد غصن زيتون. وعد رندا بأنها تستطيع رؤية ابنتها في مناسبة اجتماعية في دبي. كان هناك شرط
كان عليها أن تحضر بفستان سهرة أنيق. على الرغم من معاناتها المالية، اقترضت رندا المال لتلبية المتطلبات، ولكن عندما وصلت لم تكن لديها فكرة عن شكل ابنتها. بحثت طوال الليل لتكتشف لاحقاً أن منالاً لم تكن موجودة أبداً. كانت هذه لعبة أخرى من ألعابه الملتوية. عند عودتها إلى بيروت، تلقت رندا أخبارياً أسوء تم منعها من دخول الإمارات العربية المتحدة مدى الحياة. هذا يعني أنها على الأرجح لن ترى ابنتها مرة أخرى، لكنها لم تستسلم. بعد 5 سنوات وجدت فرصة عندما تم الإعلان عن زفاف منال في سن 28. كانت منال على وشك الزواج من الشيخ منصور نجل حاكم أبو ظبي كزوجة ثانية له. كان حفل الزفاف في أبو ظبي خارج نطاق سلطة محمد، لذلك وضعت رندا خطة. وافقت أميرة سعودية مدعوة إلى الحفل على تهريبها إلى الحدث حتى تتمكن على الأقل من إلقاء نظرة على ابنتها بفستان زفافها. ولكن قبل أيام فقط من رحلتها، تعرضت رندا لهجوم في شوارع بيروت من قبل مهاجم مجهول. بدلاً من حضور حفل الزفاف، كانت ملقاة فاقدة الوعي في سرير المستشفى. عندما استيقظت كان أول وجه رئته هو وجه الشيخ محمد. لقد سافر إلى لبنان زاعم البراءة، لكنه حذرها بمهارة من محاولة رؤية منال مرة أخرى. يشتبه البعض في أن الأميرة السعودية خانت رندا وأبلغت محمد. إذا كان هذا صحيحاً فإن انتقامه كان سريعاً ووحشياً. لسوء الحظ، هذه القصة المأساوية ليس لها نهاية سعيدة حتى الآن. بعد طلاقها تحملت رندا المزيد من المعاناة. اندلعت الحرب الأهلية في لبنان وأجبرها قائد ميليشيا على الزواج. عانت من قسوته وتوسلت مرارا وتكرارا للطلاق. أنجبوا طفلين قبل انتهاء الحرب. في وقت لاحق تمكنت من القبض عليه، وفي المقابل سُمح لها بالفرار مع أطفالها إلى إيطاليا. الآن تبلغ رندا من العمر 67 عاماً، ولا تزال تعيش في إيطاليا مع طفليها من زواجها الثاني. منال التي تبلغ الآن 48 عاماً لا تزال في الإمارات العربية المتحدة، متزوجة من أرستقراطي عربي وتعمل في الخدمة المدنية. أسست مؤسسة دبي للمرأة التي تدافع عن حقوق المرأة ومن المفارقات، بينما مؤنعت من رؤية والدتها. كل ما أريده هو أن أحضنها بين ذراعي مرة أخرى، قالت رندا في مقابلة حزينة. تأتي كلماتها في وقت تصدرت فيه زوجة أخرى لمحمد، الأميرة هيا بنت الحسين. عناوين الصحف لنجاحها في الهروب من دبي مع أطفالها وتأمين حضانتهم من خلال محكمة بريطانية. على عكس رندا، تمتعت هيا بامتياز وموارد للهروب. حتى بعدما يقرب من 50 عاماً يرفض الشيخ محمد السماح لرندا بلقاء ابنتها. ربما بالنسبة له هو عرض أخير للقوة المطلقة. هل تثبت هذه القصة المفجعة أن الحب يأتي أحياناً بثمن لا يطاق؟ شاركوا أفكاركم في التعليقات، اشتركوا في القناة، أعطونا إعجاباً، وإلى اللقاء قريباً.